مش كل الجرائم بتبدأ بخلاف أو خناقة على ورث. في جرائم بتبدأ بعلاقة سرية ومشاعر محرمة بتخش تخرب بيت وتزهق أرواح. لو هينفع نوصف جريمة النهاردة في كام كلمة فهنقول إنها جريمة أخلاق وقلة تمسك ومعرفة صحيحة بالدين. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في صباح يوم 19 من شهر أغسطس سنة 2014 في قرية في بني سويف، كان بعض من أهالي البلدة ماشيين بجوار ترعة، اتفاجئوا بجثة بشرية لراجل بتطفو على سطح الترعة، وبسرعة انتشلوا جثته من الترعة وكانوا على أمل إنه يكون لسه ما فرقش الحياة وينقذوه، لكن للأسف واضح إنه كان ميت بقاله فترة. وبطبيعة أهل القرى اللي كلهم بيكونوا عارفين بعض ما كانش صعب عليهم إنهم يتعرفوا على الشخص ده، وهو عمرو إبراهيم، شاب في العشرين من عمره، شاب بسيط ومن أسرة بسيطة وبيشتغل في الزراعة. عمرو ما كملش دراسته وأنهاها بعد الابتدائية وبدأ يسلك نفس الطريق اللي سلكوه أهله، وهو بيع الخضار والفاكهة. والدته واللي كانت بتشتغل في السوق بدأت تاخده معاها أو يتعلم حرفة أو يتعلم صنعة تنفعه. عمرو كان شاب ذكي واتعلم من أمه بسرعة وفعلا استقل عنها وهو عنده 15 سنة وبدأ يشتغل لوحده، وبقى ليه المحل الخاص بتاعه والبيت الخاص بتاعه واتفوق ماديا، وده كان باين عليه في حياته ومظهره. عمرو كان وسيم شوية وكان بيهتم بلبسه ونظافته وشكله، وده انعكس عليه وبقى واضح للناس كلها. والمتعارف عليه في الكرة ان الشباب بيتجوز وهو في سن صغيرة، واتعرض على عمرو الزواج من كذا حد، لكن عمرو كان دايما رافض فكرة الجواز. وده كان شيء غريب لان شاب صغير ووسيم ومرتاح ماديا، طب ليه رافض فكرة الجواز؟ لكن السر اللي ما كانش حد عارفه ان عمرو كان على علاقة بستات كتير، وده كان نفس السبب ان عمرو يتقتل بطريقة بشعة. في صباح يوم 18 من شهر أغسطس خرج عمرو الشغل في السوق زي ما كان متعود، ولما جت الساعة 11 عمرو اختفى عن الأنظار ورجع على الساعة 12 ونص من غير ما يبدي أسباب لاختفائه ولا عرف حد هو كان رايح فين. اختفى بحجة إنه عنده مشوار هيقضيه. بعد الظهر راح اتغدى مع أهله، واليوم لحد هنا كان ماشي طبيعي جدا. وفي نفس اليوم ده بالليل كان عمرو وأهله معزومين على فرح في البلد، ومش هما بس، ده يعتبر أهل البلد كلهم معزومين على الفرح ده. فبدأ على بالليل عمرو يستعد لحضور الفرح والخروج مع أهله، بس بعدها تجيله مكالمة غريبة على الساعة 7 استمرت لثواني بس. واما جه ميعاد خروجه هو وأهله عشان يروحوا الفرح، لاحظوا إن عمرو مشي وخرج في الاتجاه المعاكس للفرح، ودي كانت آخر مرة يشوفوا فيها عمرو. أهله ما عرفوا لما وصلوا الفرح وفات مدة وعمرو لسه ما جاش، قلقوا عليه بطبيعة الحال وحاولوا يتصلوا بيه لكن من غير أي جدوى ومفيش رد، وفضلوا يدوروا عليه طول الليل. وعدى اليوم والفرح خلص وروحوا البيت وعمرو لسه ما جاش. استنوا لتاني يوم الصبح وطلع شوية من أهله ومعارفه يدوروا عليه في كل شبر من القرية، لكن برضه عمرو ملوش أثر. ولما يأسوا إنهم يلاقوه راحوا قدموا بلاغ رسمي في الشرطة عن اختفائه، وبدأوا يحكوا عن اختفاء عمرو المفاجئ وتغييره لمسار الفرح وعن المكالمة الغريبة اللي جاتله، وإنه مرجعش من ساعتها لحد دلوقتي. طبعا ده كان طرف خيط قوي بالنسبة لرجال الشرطة إنهم يبدأوا تحقيق منه، وبدأوا بتتبع موبايل عمرو وفحص سجل مكالماته، وخصوصا في التوقيت اللي قبل الفرح. وفي وسط ما رجال الشرطة بيحققوا في قضية عمرو، يجي بلاغ في نفس اليوم من رجال القرية عن وجود جثة في الترعة، ووضح تقرير المعمل الجنائي إن عمرو فارق حياته عن طريق عدة ضربات بجسم صلب على الجمجمة. هنا أدرك رجال الأمن إنهم قدام جريمة مش سهلة، وبدأوا يستجوبوا أفراد الأسرة في الأول وكملوا في فحص سجل مكالمات تليفون عمرو. وهنا اكتشفوا إن المكالمة الغريبة اللي أهل عمرو قالوا عليها كانت من خال عمرو، واسمه عمر، وهو شاب عاطل عن العمل في مطلع الثلاثينات من عمره. الغريب انهم استجوبوا عمر ده بالفعل مع باقي افراد الاسره، لكنه ما جابش اي سيره في التحقيقات عن المكالمه دي. رجال الامن استدعوه للمره التانية، بس المره دي واجهوه بالمكالمه دي وانه ليه ما جابش سيرتها. طبعا ارتبك ومن ارتكابه غلط وبدا يبتذل قصه، وهو انه كلم عمرو ابن اخته يوم الفرح عشان لو حابب ان هم يروحوا مع بعض، لكن عمرو ما ردش عليه، وانه اتصل بيه مرة تانية وكذلك الامر عمرو ما ردش برضه. طبعا ده خلى رجال الامن يشكوا في عمر اكتر، لان اللي وصلوا له في سجل المكالمات ان عمرو رد فعلا على المكالمة، وان المكالمة استمرت ثواني، وان مفيش اي مكالمة صدرت من خاله زي ما بيقول، ولكنهم ما اظهروش شكهم قدامه لانهم كانوا عايزينه يغلط اكتر. بدأ رجال الامن في التحري عن حياة عمر بشكل اكبر، وده خلاهم يوصلوا لمعلومة غيرت مسار القضية تماما، لأنهم وصلوا لزوجة أخوه حنان، وهي شابة في العشرينات من عمرها. حنان كان لها علاقات بره إطار الزواج،
والعلاقات دي يا ريت كانت حتى مع حد غريب، لكن دي كانت بتعمل علاقات مع أفراد الأسرة نفسهم. كانت على علاقة بعمرو ووالد عمرو، وكمان على علاقة بعمر نفسه. تم استدعاء حنان من رجال الأمن، وتم استجوابها عن العلاقات المشبوهة اللي بتجمع بين عمرو ووالد عمرو وعمر خاله، وتمت مواجهتها بحقيقة علاقاتها دي واللي بيتقال عليها. الغريب إن حنان قررت الاعتراف وبتأكيد الأقاويل اللي بتتقال، وإن هي فعلا على علاقة بتجمع بين التلات رجالة دول، وإن الموضوع استمر لسنين، وإنها كانت بتعرف تدير العلاقات دي كويس من غير ما حد يشك فيها. بدأت حنان تحكي إنها كانت متورطة في العلاقات دي، وإنها كانت متحاصرة وخايفة لأن حد منهم يقول لجوزها على الحقيقة. الموضوع بدأ في إنها كانت من البداية خالص على علاقة بأبو عمرو، وإنهم استمروا في العلاقة دي لفترة طويلة، ولكن حنان فشلت إنها تخفي سر العلاقة دي كويس، وعشان كده قدر يكشفها عمر بدل ما يحذر أخوه من اللي بتعمله مراته ويخاف على مصلحته، بالعكس بكل حقارة وقلة دين وضمير استغل الموضوع لمصلحته، وهدد حنان إنها لو ما بقتش في علاقة معاه هو كمان هيفضحها. وطبعا من خوف حنان منه قبلت بالوضع ودخلت معاه علاقة، وبعدها انضم لشبكة العلاقات دي عمرو. لكن حنان كانت أكتر واحد معجبة بيه، بل ممكن نقول إنها كانت بتحبه ومتيمة بيه. هو عمرو شاب وسيم ومرتاح ماديا وقوي البنية، فكان أكتر راجل بالنسبة لها ملفت ولقلبها. أنكرت حنان تماما إن يكون لها أي علاقة بموت عمرو، إزاي وهو الراجل الوحيد اللي حبته؟ بل اتصدمت وانهارت وقالت إنها آخر يوم شافته كان يوم 18 أغسطس الساعة 11 الصبح، وده الوقت اللي اختفى فيه عمرو عن الأنظار لما كان في السوق. استغل عمرو ان جوزها ما كانش موجود وراح يقضي معاها شويه وقت، ودي كانت اخر مره حنان تشوف عمرو نهائي. كل ده وحلقه الوصل ما بينهم واحده وهو عمر. كل ما رجال الامن يحققوا في حاجه او يوصلوا المعلومه يلاقوا في طرفها عمر. استدعى رجال الامن عمر للمره الثالثه، والمره دي واجهوه بعلاقته بحنان، وانها اعترفت وقالت على شكل العلاقه اللي بينهم عشان ما يقدرش ينكر. المره دي عمرو كان استوى وقرر من كتر الضغط والتوتر اللي عليه والحقائق اللي كل شويه تبان انه يعترف. يوم الجريمه يوم 18 اغسطس، عمر كان عاطل عن العمل، عشان كده اخوه اللي هو زوج حنان قرر يخليه يشتغل معاه في الارض الزراعيه بتاعته. عمر كان خارج الصبح كالعاده على الارض بتاعت اخوه، واستأذن اخوه انه هيمشي ساعة او اتنين بالكتير، هيقضي مشوار فيهم وهيرجع. اخوه المسكين طبعا مش مدي اخوانه وسمح له انه يمشي. عمر بالرغم انه كان مهدد حنان انها تخش معاه العلاقة دي، الا انه مع الوقت بدأ يتعلق بيها ويحبها، وكان فاكر انها بتبادله نفس الشعور وان هو الراجل الوحيد اللي في حياتها وانه مكفيها وعاجبها، وده اللي خلاه ما يبلغهاش انه رايح لها، وحب يعمل لها مفاجأة. ودخل شقة حنان على طراطيف صوابعه يتسحب عشان حنان ما تحسش بيه ويعرف يفاجئها. ولكن في حين ان عمر كان بيحضر مفاجأة لحنان، كانت المفاجأة الحقيقية ليه هو. سمع صوت حبيبته حنان وابن اخته عمرو، وسمع اصواتهم المتهامسة، وده خلى الدم يجري في عروقه، وقرر انه يتخلص من عمرو في نفس اليوم. وعرف ان عمرو من ضمن الناس المدعوة للفرح، واستغل عمر ان اهل البلد كلهم هيكونوا في الفرح عشان يقدر ينفذ جريمته براحته. واتصل بعمرو حوالي الساعة 7 واتفق معاه انهم يتقابلوا عشان عايز يتكلم معاه في موضوع مهم قبل ما يروحوا الفرح. وفعلا عمرو ما خونش خاله وراح له عند الترعة، وعمر وقتها كان مخبي عصاية حديد جنب الترعة. وأول ما عمرو جه بدأ يضربه بالحديدة على راسه عدة ضربات متتالية لحد ما مات، وخده ورماه في الترعة، وبعدها رجع على الفرح عادي جدا عشان ما يلفتش الأنظار، وتكون حجة تأخيره دي إن هو كان بيجهز للفرح مش أكتر. ولما أهل عمرو لاحظوا اختفائه بدأ يتفاجئ زيهم بالظبط، بالعكس ده بدأ يدور معاهم على عمرو ولا كأنه عمل أي حاجة، وده بينطبق عليه مثل اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته حرفيا. اتحول عمرو للمحكمة بعد اعترافه، وتم إدانته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم الحكم عليه بالإعدام. وبالنسبة لحنان ما اتنسبلهاش أي تهم جنائية، لأن عمر نفسه قال إن هي ما كانتش تعرف بنيته لقتل عمرو ولا تعرف أي حاجة عن الموضوع ده، ولكن طبعا اتفضحت وتم الطلاق ما بينها وبين جوزها. في النهاية عمرو دفع 8 خطايا هو ما ارتكبهاش لوحده، وعمر أصدر حكم الإعدام على نفسه من قبل ما يقتل عمرو. وحنان ما توجه لهاش أي عقاب قانوني، ولكن حصل لها الأسوأ، وإنه اتنسب لها وصمة عار مش هتتنسي. الجريمة اتقفلت في ملف، لكن آثارها فضلت مفتوحة في قلوب ناس ملهمش ذنب. بيت اتخرب وعيلة اتفضحت. ياريت تكتبولي في التعليقات مين الجاني الحقيقي، ويا رب تكونوا دايما بخير وتصبحوا على خير.